خرج ملك من قصره وهو بيبكي، وكان بيبص لآخر مرة على المدينة اللي اتولد فيها، والمدينة اللي عرف إنها مش هترجع له تاني أبدا. الملك ده كان أبو عبد الله الصغير، آخر ملوك الأندلس. بس ثواني، إزاي حضارة استمرت حوالي 800 سنة تنتهي بالمشهد ده؟ تعالوا نعرف الحكاية. الحكاية بدأت سنة 711 ميلادية، لما قائد اسمه طارق بن زياد عبر البحر وكان معاه جيش صغير، وقدر إن هو يكسب معركة كانت بتسمى بشازونة. المعركة دي غيرت التاريخ وغيرت تاريخ أوروبا، ومن هنا بدأت الأندلس، وبدأت واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ. وبقت الأندلس مركز للعلم، فيها جامعات ومكتبات ضخمة، لدرجة إن الطلاب من أوروبا كانوا بيسافروا مخصوص عشان يتعلموا هناك. ومع مرور السنين بقت قرطبة وغرناطة وأشبيلية من أغنى مدن العالم. شوارعها كانت بتبقى مضاءة ليلا، وكان فيها مكتبات بتضم مئات الآلاف من الكتب. وفي الوقت اللي كانت فيه أوروبا بتعاني من الجهل والحروب، كانت الأندلس مركز للعلم والطب والهندسة والفلسفة. بس العدو الحقيقي ما كانش بره أسوار المدينة، كان جواها، لأن الحكام بدأوا إن هما يختلفوا، وتفرقت الدولة لممالك صغيرة، كل واحدة بقت بتحارب التانية. بس في الوقت ده كانت الممالك المسيحية بتتوحد سنة ورا سنة، ومدينة بعد مدينة، وقلعة ورا قلعة، لحد ما فضل مدينة واحدة بس، وهي غرناطة. وفي سنة 1492 سقطت غرناطة، وخرج آخر ملوكها وهو أبو عبد الله الصغير، اللي بتنسب إلى والدته العبارة المشهورة وهي بتقوله: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. وفضلت الجملة دي رمز لنهاية واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ. وسواء هي فعلا كانت قالتها أو لأ، ورغم أن المؤرخين اختلفوا في مدى ثبوت هذه الرواية، إلا أنها أصبحت رمز لنهاية الأندلس. بس الحضارة ما اختفتش، لأن علوم الأندلس وكتبها وتراثها أثرت في أوروبا لقرون بعد كده. الحقيقة بقى أن الحضارات مش بتموت مرة واحدة، لكن بتموت لما أهلها يختلفوا. تفتكروا لو كان حكام الأندلس متحدين كان ممكن التاريخ يتغير؟